مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على ميجا اف ام 92.7 على اغاني على كبير، وحلقه جديده وعوده مره ثانيه لاتصالات ميوزك بوكس. رقم تليفوننا 38353 صفحتنا على الفيسبوك اتصالات ميوزك بوكس تامر شلتوت بالعربي وبالانجليزي، وانا تامر شلتوت. ومساء الخير ومساء الثوره، وهنروح نشوف الناس اللي كل مصر وكل العالم وكل رؤساء العالم طلعوا يقولوا عايزين الشباب دول يكونوا قدوه لشبابنا. هيكونوا معانا، هنشوفوا عملوا ايه في التحرير، هنشوفوا ازاي المظهر اللي احنا يعني ظهرنا بيه الفترة اللي فاتت، اللي احنا بهرنا بيه العالم كله، مش هنطفيه، هنكمل بيه. والشعلة والنور اللي تنور جوانا هنكمل بيه. معايا دلوقتي الشباب اللي كان بينظف، جزء بسيط منهم، وكل يوم هيكون معايا جزء بسيط منهم. معايا على الهوا دلوقتي محمد وماجد. ماجد مساء الخير، عامل ايه؟ مساء النور، ازيك؟ الاخبار كله تمام. محمد عامل ايه؟ الحمد لله تمام. محمد، انت كنت موجود في التحرير من يوم 25. من اول يوم. انت اصلا تبع علشانك يا بلد. واحنا كنا مع بعض واشتغلنا مع بعض كتير قبل كده يا محمد. بالظبط. انا للاسف ما قابلتش في التحرير، بس انا قابلت احمد عز، وشفت احمد عز برضه هو زميل ليك. وهو كان من الناس اللي بينظفوا في التحرير، واللي كانوا حريصين ان التحرير ده يكون مثل للعداله الاجتماعيه اللي كلنا بنحلم بيها. بالظبط. ماجد، انت رحت كم مره التحرير؟ مره او مرتين، وده مش هيفرق اصلا يعني. انا رحت في الاواخر، يعني قبل التنحي وبعد التنحي. الفرق كان كبير قوي طبعا. الفرق كان كبير جدا يعني. هو فكره التحرير هو كان رمز للوطنيه، رمز اللي كل واحد عايز البلد دي تبقى احسن كان بينزل يروح هناك. تمام. بس برضه في ناس كانت عايزه تنزل وما نزلتش، ليها ظروف. ده معناه ان احنا مش بنزايد على بعض مين اللي نزل وما نزلش، مش ده موضوعنا خالص. اللي انا عايزه ان احنا نوري الناس التحرير كان عامل ازاي في الجمال وفي التكافل الاجتماعي والعداله الاجتماعيه اللي كانت موجوده فيه، واحنا اللي حققناها بايدين بعض، ما استناش حد يحققها. تمام. لما توصف لنا ايه اللي انت شفته يا محمد. مبدئيا انا هقول القصه بس من الاول كده ببساطه يعني. انا كنت زمان بقرا في كتب ان تاريخيا اي تغيير في اي بلد للاحسن يتطلب بس 2% من شباب الوطن ده مؤمنين بالفكره، وكفايه ان الباقيين هيتبعوهم في الفكره دي. يعني احنا كشباب طبقه متوسطه، والملحوظ ان اللي قام بالثوره دي هم الشباب المستريح. بالظبط. يعني مش الناس الفقراء. احنا الحمد لله الظروف هيئت لنا الفرص اللي احنا نخش في حاجات زي عشانك يا بلدي. الانشطه التنمويه دي كلها كونت عندنا افكار حلوه جدا، افكار لرفض الظلم، لرفض الفساد، لتغيير الاوضاع، لمساعده الناس كانت متعشمه فينا جامد جدا. الحاجات دي مع الوقت هي اللي خلتنا ان احنا نبادر بان احنا ننزل اول ما حصلت الشراره اللي هي مثلا حصلت في تونس، فقلنا خلاص احنا نازلين يوم 25. زي ما بتقول يا تامر، التحرير كنا احنا مسمينها دولة التحرير المستقلة. يعني كنا بننزل نقول أأمن حتة في مصر. الدولة دي كلها الناس اللي عايزة تعمل حاجة للبلد ومش عارفة، أو بتعمل وسقفها قصير قوي، ما كانش عالي، فكنت بتحلم إيه بخطوة خطوتين قدامك، مش باصص لفوق. بالظبط. يعني احنا كنا مسمينها زي ما بقول لك كده دولة التحرير، كنا بنقول أأمن مكان في مصر هو التحرير. كان في حاجات جميلة جدا بتحصل. يعني احنا على عكس طبعا ما كان بيشاع اللي احنا بناكل الحاجات وكده، احنا كان ممكن نقعد بالاربع والخمس ايام ما بناكلش غير جبنه وحاجات مخبوزات، بطاطين. مفيش بطاطين، كنا بنقعد في الايام الاولى مفيش بطاطين، على حسب ما تمشي كده في الرصيف معاك ازازه بلاستيك تحط ازازه الميه كان بيشرب منها 10 و20، وكل واحد كان بياخد بق او بقين بالتحديد عشان الباقي يشرب. انت كان ممكن تملى ازازه ميه وعشان انت تشرب منها او توديها لاصحابك عقبال ما تروح تكون خلصت. ده شيء طبيعي جدا، وانت بتعملها بصدر رحب وما تبقاش متضايق خالص. السندوتشات انا شفت منظر كذا مره قدام عيني. يعني مثلا واحد يبقى جعان جدا، واحد يديله سندوتشين فول طعميه اي حاجه، ياخد الاولاني بياكله، يلاقي واحد تاني جعان وهو جعان يروح بيقول له يديله يقول له انا اكلت الحمد لله وشبعت وكل حاجه. الناس كانت البطانيه كان ممكن يعني 3 يتخطوا بطانيه واحده. بقول لك كمان احنا كنا الازاز الميه البلاستيك كانت هي دي المخدات بتاعتنا. يعني مطرح ما تروح حاطط الازازه تحت دماغك في الرصيف وتنام. انت عارف كان جميل برضه يا ماجد، اللي كان بيرأس جمهوريه التحرير هم الشباب. اكيد. يعني شباب، وبنتكلم في سن 21 22 23 سنه وثلاثينات كمان، بس كان اغلبيتهم شباب صغير. كانوا يعني عارف، احنا كلنا كنا يعني فاكرين ايه، ان احنا اللي بنفكر، انتوا ما بتفكروش، او معنى صح انتوا فكركم مش هيبقى على نفس المستوى. طلع فكركم احسن من فكرنا، وبقيتوا كمان يعني بتعلمونا حاجات في التحرير كتيره جدا.
وده اللي خضني. ده اللي خضني ان عارف لما تيجي تكلمني لازم تكلمني من منطلق جدا. لو انا يعني مجرد ان انا بعرف حاجات معينه او ايا كان، لا انت بتكلمني من منطلق يعني اقوى وبتعلمني كمان. فده الشباب اللي احنا عرفناه. وزي ما قالوا ناس كتير لو فاكرين ان شبابنا ده مش قد كده، لا احنا شبابنا بقى يعني مصري زي النخاع ويحترم يعني واكتر من الاحترام كمان. بس الحاله بقى اللي في التحرير دي ايه الاخبار؟ راحت خلاص؟ لا انا كنت عايز احكي حكايه بس حصلت وسط يعني ايام الثوره وكده. ما كانش بيبقى عندي فرصه ان انا انزل التحرير. يعني اسباب كتيره كانت في البدايه، كان في امتحانات او كده. بعد كده لما اتاجلت والدنيا خلاص بقى وقفت خالص في مصر، ودلوقتي ما بقاش في حاجه غير يا اما انت تبقى قاعد في التحرير وتأيدهم، يا اما تبقى قاعد في البيت، او يعني مفيش حاجه او مفيش حل تاني غير دول. ساعتها انا نزلت يعني كنا بننزل احنا في عشوائيات اصلا علشان كبلدي يعني. الناس في العزبه كانوا بيقولوا لنا انتوا املنا، انت ايه، انت جاي لنا ليه؟ ما تروح التحرير. بالظبط. يعني انا بقى كنت بوصل الكلام ده لاصحابي اللي في التحرير، بقول لهم ما تمشوش بجد. يعني اللي كان بيرجع بقول له لا، يعني اللي كان بيروح بقول له لا يا ابني انت ايه اللي جابك، ارجع تاني التحرير. فعلا الناس في عزبه ابوارنا اللي احنا مركزين عليها في علشان الكبلدي كانوا بيقولوا لنا لا خليكم هناك، انتوا اللي هتجيبوا لنا حقنا، تعملوا لنا تنميه او كده وفي جوه العزبه. بس دلوقتي احنا عايزين حقنا بجد. ممكن اكمل على النقطه اللي هو بيتكلم عليها؟ يعني فعلا احنا كنا بنبقى قاعدين في التحرير، الطبقه الفقيره كانت مشيلانا حمل كبير جدا. احنا بنقول احنا قده، يعني احنا الحمد لله كنا قده وهنفضل قده. يعني كنا بنبقى قاعدين. وانت ما غيرتش مبدأك، ما انت من قبل كده، من قبل التحرير ما انت كنت بتساعد وكنا مع بعض على الهوا، وكنت يعني عامل مليون مشروع قبل كده. بس تحس المسؤوليه بعد كده زادت عليك يا محمد. صح. يعني الناس كنا بنبقى قاعدين تلاقي واحد جاي يقول لك بالظبط ثابت صامد. يعني بيقول لك اثبت تصمد. الستات كنا بنقول لهم يعني بنمشي بنحرضهم ان هم يقعدوا، يعني كانوا بيقولوا بس انتوا تقعدوا واحنا هنقعد، انتوا تقعدوا واحنا هنقعد. حتى يوم الاربعاء اللي هو الاربعاء الدامي اللي هو حصلت فيه مشاكل، كان معانا واحد كان مجند زمان عسكري امن مركزي، بس هو خلص تجنيده يعني، وكان واقف معانا. فانا بقول له ان احنا جوه في التحرير ده يعني احسن شباب، يعني مهندسين، اطباء. انا اللي كان بيحميني يوم الاربعاء، ماسك لي زي درع كده او حاجه بيحميني بيها، كان رئيس محكمه مصر الجديده. يعني يعني فعلا كان الراجل ده كان بيقول لي اول ما الحمد لله كان على بالليل كده، يعني ما عرفوش يخشوا علينا، فجه حضني بهستيريا وكان بيعيط جدا وبيقول كملوا واحنا معاكم، يعني كملوا ما توقفوش، ابوس ايديكم. فالكلام ده كله غير طبعا الشهداء ودم الشهداء. كان مستحيل ان احنا نسيب الكلام ده، كان مستحيل ان احنا نسيب حقنا. انا كان ممكن ابقى واحد من ضمن الشهداء، انا ما كنتش هرضى ان حد يسيب حقي ويمشي. اول حاجه يعني ربنا يرحم كل من ضحى، عشان برضه هستخدم جمله ست بسيطه طلعت في احدى البرامج التلفزيونيه، قالت الناس الشهداء دول ضحوا باعمارهم عشان البلد دي تتغير واحنا نعيش. فما دام هم سابوا لنا المسؤوليه ديت ان البلد دي تتغير وان احنا نعيش في احسن وتقدموا روحهم للموضوع ده، يبقى احنا لازم نكون قد التغيير ده. وربنا يرحمهم، هم في مكان احسن 1000 مره من المكان اللي احنا فيه. التغيير اتولد في التحرير، والتغيير مكمل بعد التحرير. وفي طبعا احنا ابتدينا نشوف تغيير مبدئي كده بسيط. معانا مريان، ايه رايك محمد وماجد نسمع مريان ونشوف وجهه نظرها؟ يا ريت. اكيد طبعا. مريان. الو. مريان ازيك؟ ازيك يا فندم؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ زي الفل. مريان ممكن تعلي صوتك وتقولي لنا انت كبنوته عايزه تبني وتغيري في البلد ازاي؟ بصي يا سامر، انا نفسي جدا كل واحد يغير في نفسه قبل ما يطالب اي حد تاني بانه يتغير. يعني انت غير في نفسك. انا نفسي يكون عند كل واحد ضمير. نفسي كل ولد. انا هتكلم على الولاد لان النهارده حصل معايا موقف وحش جدا ضايقني. الولاد نفسي يعاملوا كل البنات زي اخواتهم، انه ما يرضوش لمامته واخته، ما يرضوش لاي بنت ثانيه ماشيه في الشارع. انا كنت افتكرت بعد ما ميدان التحرير كل الناس تعاونت مع بعض ان الدنيا هتفضل كده، بس للاسف ده ما حصلش. انا النهارده ماشيه في الشارع. مريان هقول لك حاجه، اكيد انت هتقابلي حاجات مش ظريفه. احنا مش بنقول احنا في يوم وليله هنروح من اليمين من الشمال لليمين، بس ما تبصهاش بنظره تشاؤميه، عشان التغيير دوت ما دام احنا قررنا نتوجد جوانا اكيد هياخد وقت. المشكله ان بيحصل حاجات من ناس نظيفه. يعني مثلا واحد مش ناقصه اي حاجه في الدنيا، انا ابقى ماشيه دنيا عاكس. بص لدرجه ان انا من كتر ما استفزيت بعد لما مشيت رجعت له تاني. انت متخيل لما يعني الولد اتصدم طبعا. انا رجعت له تاني عشان اقول له طول ما في زيك
برافو عليك، ما هو ده المفروض يعني. لو هو مش عايز يتغير فوقيه. هو انت تعملي كده ومحدش انا استفزيت. كان دلوقتي البلد حالها بتقول اي حالة فساد اي حاجة مش عاجباك تروح تبلغ عليها، ما تسكتيش طبعا. يعني انا اتمنى ان كل واحد يغير في نفسه الاول، كل واحد يكون عنده ضمير. نفسي بجد ابقى ماشيه في الشارع مش ببص ورايا، مش خايفه من حد معدي جنبي. يعني انا عايزه اقول لك ان دي مشكله بنات كتير جدا، بقى خايفه تمشي في الشارع مش نص المواعيد. طيب هقول لك حاجه يا مريان وبعد كده محمد وما جيت ارد عليكي. عمرك كنت تتخيلي ان اللي حصل ده ممكن يحصل؟ لا طبعا لا. وانا بقول لك كل اللي بيحصل لك دلوقتي حاجه فرديه بتضايقك انت، انا متاكد انه مش هيحصل بعد كده. احنا دلوقتي في حال البلد اللي عمرك ما تتوقعه عشان هيحصل، بس توقعي خير عشان اللي جاي صدقيني خير باذن الله. انا اتمنى طبعا كل خير لمصر كلها، وعايزه الناس تقول احنا هنقعد في مصر، مش هنهاجر، مش هنروح نشوف حياتنا بره. وانا معاكي. الله عليك يا مريم بقى، الله عليكي في اللي انت قلتيه ده. اللي يعني اللي استفاد من يعني اللي بنى نفسه في البلد دي ما يروحش يودي خيره بره، يوديه هنا. صح يا مريم. ميرسي جدا يا مريم على كل اللي انت قلتيه. نورتيني قوي وميرسي كل اللي معاك. نورتيني. ماجد محمد رايكم ايه بقى؟ هو انا موافق طبعا على اللي بتقوله مريان، وزي ما انت قلت يا تامر، هي البلد احنا دلوقتي في مرحله تشكيل، اعاده تشكيل. صح. اكيد لكل قاعده استثناءاتها. صح. واكيد الشباب كله مش هتغير في يوم وليله، بس الافضليه اللي معانا دلوقتي ان الحلو ظهر. زي عالي بالظبط، زي ما مريان عملت كده وواجهته. لو كل واحد لقى اللي يواجهه ويقول له انت غلط في عينك، هيبتدي يتكسف وهو لوحده هيتغير غصب عنه. صح. يعني اللي عملته ده طبعا صح جدا. اللي احنا نبتدي بقى نشتغل عليه دلوقتي هو زي ما بتقول هو تغيير الانسان. يعني احنا بنبتدي نعمل زي حملات توعيه، سواء مثلا هنبعد مثلا عن العشوائيات. دلوقتي احنا كشباب بره ما بيننا وبين المناطق بنعمل توعيه في حاجات بتتوزع، ما تعكسش بنت بلدك. هنركز على الحته دي. الشخص اللي هيلاقي الحاجات دي كتير اكيد هو نفسه هيقف. واحنا طبعا انا لو لقيت حاجه زي دي قدام عيني انا اكيد هتدخل وامنعه واقول له عيب كده وما ينفعش. انا كنت عايز احكي حكايه. بعد يوم التنحي طبعا الناس في مصر كلها نزلت الشارع يعني عشان تفرح وكده. وانا في التحرير بقى وبنفرح وكده، وصلت لي مسج حلوه قوي يعني، اللي هي اكيد وصلت لينا كلنا، اللي هي يعني اسمح لي اقراها. اللي هي من النهارده دي بلدك انت، ما ترميش زباله، ما تكسرش اشاره، ما تدفعش رشوه، ما تدورش ورقه، ما تمشيش عكسي، ما تدخلش من باب الخروج في المترو، ما تقولش وانا مالي، وارعى ربنا في عملك. المسج دي بجد انا قريتها يعني في البدايه كده، قلت دي خلاص دي بشرة خير اصلا ان هي المسج دي توصل لي من زمايلي او كده. المسج دي لو فصلتها او يعني فصلتها كده شويه، من النهارده دي بلدك انت، وده الانتماء اللي بتقول عليه. ايوه دي بتزود الانتماء. يعني انا حضرتك برضه لما جيت اتكلم عن الانتماء ان هو زاد وكده، يعني وصلت لدرجه ان هو بدايه المسج بس من النهارده دي بلدك انت، اللي هو من الاخر الانتماء لازم يظهر عندك. انت مصري بقى يعني، ارفع راسك فوق انت مصري. طبعا دي سمعناها كتير قوي 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 بعد او في يوم الفرح او اللي هو يوم التنحي. في برضه حاجه كمان في المسج اللي هي ما تقولش وانا مالي، اللي هي الحته ده ماشيين جنبيها ديت. بالظبط انا عايز امشي بقى في نص الشارع كفايه الحيطه تماما. المسج دي برضه وصلتني وانا كنت بروح يعني من التحرير، كنت راكب تاكسي. الحكايه دي برضه يعني فالمسج وصلتني، كنت مع صاحبي وراكبين تاكسي او كده، فصاحبي يقول لي مين بعت لك او ايه المسج او كده، اقراها لنا. فانا قريتها فسواق تاكسي اللي هو يعني بجد اتأثر قوي، قال لي ربنا يخليك وربنا يوفقكم. واول ما عرف ان احنا كنا في التحرير او يعني نزلنا على الاقل يومين ثلاثه قبل كده، ما كانش راضي ياخد مننا فلوس. قال لا ده يوم والله ده يعني انا فاكر يعني هو بالظبط زي يوم العيد، بس يوم العيد بياخد مننا فلوس اكتر. اما ده اللي هي الدنيا فعلا اتغيرت. طب شفت بقى. طب انت عارف من التحرير دوت قال ايه؟ قال ان احنا كلنا سند لبعض. صح. وكل واحد منا بقى حاطط امل على الثاني. دلوقتي عشان نبص ونشوف بنظرة تفاؤلية، في حاجات اتغيرت كتير جدا بس طبعا دي المطالب كلها ابتدت تتحقق، بعض منها بنسبة 80% او يعني بيتحقق وفي يقدروا يتحقق. احنا كمان لينا حاجات لازم نعملها. خلاص انت ذكي، انت دلوقتي خلاص انت الدور بقى في ايدك، خلاص انت بقيت مسؤول، كلنا بقينا مسؤولين. في حاجات مبدئيا بتتغير في البلد. يعني انا اول مرة شفت طوابير
احنا اللي بنعملها مش بتطلب منا. يعني اول مره اشوف ان اول ما حد يكتب عليا بالعربيه ينزل ويعتذر لي، دي اول مره اشوفها. اول مره اشوفها ان دلوقتي ان الجيران لو انا يعني من الفتره دي برضو انا عرفت جيراني وشفت قد ايه جيراني مهتمين بيا ويعني حاطيني في بالهم في اعتبارهم فوق ما كنت نتخيل، وكل واحد منا اخد الثاني سنه. تعالى بقى تقول لي انت محمد وماجد ايه اللي انتوا شفتوه تغيير مبدئي عملته الثوره فينا احنا قبل ما نبتدي احنا نغير؟ طيب برضه في حاجة كده حصلت بعد التنحي بيوم أو يومين. كنت راكب المترو. يعني المنظر برضه اللي شدني قوي. أنا ما بركبش مترو كتير، بس يعني عمري ما كنت متخيل إن فعلا باب الصعود بقى الناس بتصعد منه، والباب بتاع النزول الناس بتنزل منه. دي ما كنتش مصدقها تماما. أنا ما اعرفش بقى يعني حصلت بالصدفة ولا إيه، بس بجد لما شفت المنظر ده قلت خلاص كده الناس بدأت تتغير فعلا. أنا مش متخيل إن تبقى في عز الزحمة وناس بتنزل من باب النزول عادي جدا ومفيش خناقات ومفيش حاجات من دي. يعني ده ابسط حاجه ممكن تتقال او ممكن تتشاف اصلا في الشوارع. في حاجات اللي هي الملحوظ اكتر. انا في خلال الاسبوع اللي فات ده قعدت يمكن 4 أو 5 أو 6 قعدات ميتنج مع شباب انا اول مره اشوفهم. كل اللي بيجمعهم ان هم عايزين يغيروا في البلد دي ويلحقوا، حتى الناس اللي ما نزلتش تحرير عايزين يلحقوا الفتره اللي ما فاتتهمش. قعدت عندي في المنطقه عندي الشباب عايزين يطلعوا افكار. طبعا كله مسألة حملة النظافة دي بقت موحدة في خلال مصر كلها، وكله بقى سواء اللي كان عامل جمعية او في اتحاد او مش عامل. يعني انا امبارح وانا على كوبري اكتوبر انا شفت مجموعة شباب اسمهم شباب في حب مصر ما يعرفوش اي حاجة عن اتحاد طلاب، وهم كلهم شلة مع بعض اتلموا نفسهم وراحوا شركة دهانات عشان واخدوا منهم الدهانات عشان يبيضوا كوبري 6 اكتوبر. هيكون معانا بعد بكرة، بس ده يعني تعقيب على اللي انت بتقوله يا محمد. صح. احنا اهم حاجة بقى دلوقتي اللي احنا يعني يعتبر الناس شغالين في حاجات التنمية، عندنا خبرة شوية في الموضوع ده. يعني يعتبر اللي احنا نقدر نشد الناس دي ونستغل الصحوة اللي كانوا فيها. هو ده الوقت المثالي. احنا كنا قبل كده بنحس ان احنا بنلحق في الصخر. يعني ما اكذبش عليك، احنا قاعدين يعني مثلا على شركة بلدي احنا بنشتغل 6 7 سنين. انا كنت متخيل انا وماجد اللي احنا بنحضر التغيير ده لاولادنا والاحفادنا كمان. دي حقيقة والله فعلا. يعني لما من النوادر اللي كانت بتحصل بيني وبين هشام وبقية الزملاء يعني في عشان كبلدي كنا بنقول احنا بقالنا 6 سنين. انا جاي مثلا عشان كبلدي من 3 سنين مش من 6 كلهم. بقول هنخلص امتى او يعني هنشوف بقى النتيجة امتى. يعني كمان مثلا 10 15 سنة يكون ابني مثلا اللي هو كده بقى بالظبط. احكي له بقول له من 10 سنين حصل كذا. يعني فجأة سبحان الله التغيير ده حصل وبقينا في يعني المنطقة اللي احنا لازم نكمل. يعني احنا بنقول لبعض اللي احنا لسه هنبتدي من جديد. يعني احنا كان بتواجهنا صعوبات كتيرة جدا. احنا كنا عشان ناخد في حاجات بتتمنع من العزبة اللي احنا نعملها، حاجات كويسة جدا كانت بتتمنع لتصاريح امنية يعني روتين وحاجات بتوقف لنا. احنا عشان نعمل يعني مثلا اجتماع في مثلا في كلية بنحتاج ورقة فيها 5 6 امضاءات علشان نفتح سيكشن بس عشان يعني تعصب فضل عشان تتكلموا مع بعض وتقولوا ان انتوا عايزين تساعدوا البلد. الفكرة الامضاءات دي برضه يعني مثلا من العامل بتاع المبنى وقبلها تبقى مش عارف من مين وبعد كده من دكتور مين وبعد كده. فاللي هو حاجات يبقى فعلا في حاجات ممكن تختصر كتير قوي جدا بقى. احنا يعني هنقول بقى من هنا ورايح ان التنمية دي او التغيير ده واجب على كل شاب مننا، مش اللي انا حاجة بعملها تفضل مني. انا لما اشتغل الشغل ده وخصوصا مع الناس الفقراء دي انا كده بحمي نفسي ان هم ممكن بحمي نفسي ان هم يعتدوا عليا، يبقى اخلاقيا في معاملة مش كويسة. انا بالعكس انا لما بنمي انا بحمي نفسي اكتر ما انا بفيدهم. صح. فاحنا انا ممكن اقف عند النقطة دي. اول حاجة انا يعني كل الناس اللي حابة تساعد او انت عندكم دايما كنتوا بتتجمعوا على اتصالات ميوزك بوكس على الفيسبوك في صفحة بقى لكل ميجا اف ام، عشان كل ميجا اف ام شعارها الفترة اللي جاية انها تبني البلد على صفحة مصر حلمي بتحقق. وتعالى بقى نقف عند النقطة دي. انتوا كنتوا فاكرين قبل الثورة باسبوعين 3 كنا عاملين في اتصالات ميوزك بوكس حملة اطفال الشوارع. كنت بتكلم معاكم على الموضوع ده من شوية. دكتور عبد لما جت معانا على الهواء قالت ان اطفال الشوارع احنا بنساعدهم عشان دول ولادنا وعشان احنا بنحمي نفسنا، ونفس الكلام اللي انت قلته يا محمد. عشان جزء كبير جدا من التخريب اللي حصل في الثورة وحصل السرقة والنهب كلهم كانوا مين؟ طفل او شخص بايع نفسه مش شايف المستقبل، ما عندوش انتماء لاي حد، البلد ظلماه، البلد ما بتديلوش فلوس، بينام في الشارع. طب انا ما اخدش منها ليه؟
ما اسرقهاش ليه وانا خسران ايه في الموضوع ده؟ من الحاجات اللي انت بتقولها وانت بتقول كلام فعلا من شهر واحد كنا بنعاني منه. بالنسبه بقى احنا شغلنا يعني حتى مع ناس في عشوائيات وكده، احنا عاملين شغلنا اولويات. يعني احنا الشباب اللي احنا كنا بنتكلم عليهم دول هنشدهم لزي ايفنتس او احداث مشابهه للي هم عاجبهم، يعني مشابهه للنظافه. يعني احنا ممكن ننزل نعمل حمله نظافه او حمله تجميل في عشوائيات. لما تيجي نقف على نقطه النظافه دي شويه، وبعدين نتكلم عن البلان اللي انتوا عاملينه والفرص، وانا هيكون دوري واتصالات ميوزك بوكس وميجا فام هنكون دورنا ايه معاكم. تمام. النظافه اللي حصلت في ميدان التحرير وتنظيف الدبابات اللي كانت بتتنظف، يعني عارف يعني انت يعني مش بتنظف الشارع بس، انت بتنظف حاجه بلدك كمان. ده معناه ان احنا شعب نظيف، ان احنا شعب مش بنرمي الزباله في الشارع وان احنا يعني بنخرب او ليه بقى الكسل اللي احنا كنا فيه ما دام احنا كده؟ طب ما دام احنا ناس كويسه وزي الفل، ليه بقى الانطباع اللي احنا سايبينه ان احنا بنوسخ شوارعنا؟ هي النظرة الاتكالية اللي هو انا مالي، هي دي الفكرة. هي بالظبط كده، اللي هو انا مالي دي المفروض بقى تموت من الناس كلها. انا اللي هو انا مالي، انا ماليش دعوة، هو ده بتاعي. لا طبعا النظرة دي لازم تتغير تماما عند الناس. دلوقتي دي بلدي انا منتمي ليها، فيبقى انا اللي نظفها. لو مش هقدر مثلا انزل حملة نظافة او كده، يبقى انا انزل اي حملة تانية تقدر يعني، او امكانيات تقدر تأدي فيها شوية يعني. والنظافة دي يعني أبسط حاجة فعلا، المفروض الناس فعلا تنزل بقى. وما شاء الله يعني الناس فعلا عاملة تجمعات في مصر الجديدة ومدينة نصر وكل حتة يعني احنا لازم نثبت بقى من الفترة اللي جاية دي في موضوع النظافة اللي انت بتتكلم عليها تامر. احنا كنا بننزل بنقول عايزين حرية وعايزين كرامة. بعد كده كل شاب لازم يبقى مسؤول عن كل حاجة في بلده. يعني حتى اللي هي زي ما بنقول النظافة بتاع شارعك ما تتكلش ان انت شباب تاني هيعملوها. كل ما تتحمل مسؤولية اكتر، كل ما يبقى ليك حق اللي انت تقول انا عايز حرية، عايز كرامة. قدرك كشاب او كإنسان بيعلى كل ما بتتحمل مسؤوليات اكتر. برافو عليك، بالظبط صح كده. هو حاليا اللي انا عارفه ان في التحرير هم الشباب بيحاولوا يعملوا ميدان التحرير ذات نفسه متحف يخلدوا فيه ذكرى الثورة دي، وصور كتير جدا للشهداء ماليه ميدان التحرير، وعاملين زي نصب تذكاري. بالظبط، عاملين نصب تذكاري صغير كده في الموضوع. بالظبط. في حاجات اكتر. يعني انا كنا قاعدين مع شباب، احنا بنحضر ان احنا نبتدي نزور اسر للشهداء، امهات الشهداء. لو في حد محتاج دعم او حاجه، نوع من التكافل، اللي نبتدي نعمل زي صندوق ليهم. انا ليا واحد صديق عشان كبلدي زار امبارح واول مصابين في مستشفى القصر العيني، يعني بيقول لي يعني فعلا هم محتاجيننا جدا جدا جدا. وفي ناس حياتها وقفت لان الرصاصه مثلا دخلت في دماغه وجاله شلل نصفي او حاجه جت في عينيه. فاحنا لازم نفضل معاهم في الفتره دي ونحسسهم ان هم فعلا ابطال، وقد ايه خدمونا وقد ايه فادوا البلد دي. واللي احنا بنعمله بقى بنفسنا نعمله لهم، يعني زي مشاريع صغيره نحاول ندمجهم تاني في المجتمع معانا، فلازم يحسوا ان احنا جنبهم. فانا بنطلق من هنا حمله يعني زي مبادره للناس المصابين دول، اللي احنا ندور لهم على دكاتره في علاج بالمجان، نزورهم باستمرار. اللي يقدر يساعد نفتح صندوق ليهم يا ريت. احنا هنحاول نعمل حاجه زي كده، بس يعني بشكل لسه صغير، فنامل انها تكبر يعني باذن الله. طيب ما تيجي تقول لنا بقى، سواء ماجد انت اكتر في موضوع التنميه، فيكون عندك معلومات اكتر، ايه الخطه اللي جايه يعني جمعيه فتحات طلاب علشان كبلدي؟ انتوا جامعه عين شمس صح؟ تمام. ده بالنسبه لجامعه عين شمس، ايه اللي انتوا الخطه اللي انتوا حاطينها بعد الثوره؟ طيب بعد الثورة او يعني في خلال الثورة كمان كان في ناس كتير قوي بتحاول تعرف شوية عن السياسة وتعرف بلدها ماشية ازاي والكلام ده كله. فاهم حاجة دلوقتي التوعية السياسية، لان في فعلا ناس بيضحك عليها جدا جدا جدا. يعني انا اعرف الناس اللي في العشوائيات بيقولوا لنا الفترة الجاية دي يعني فترة ثلاث خمسينات. حاولنا نعرف اكتر يعني ايه ثلاث خمسينات دول، قالوا لنا يعني 50 جنيه هيدوها لهم عشان المرشح بتاع مجلس الشورى، وبعد كده مجلس الشعب، وبعد كده الترشيح الرئاسي. يعني هي دي كل فكرتهم، او هي دي كل يعني معلوماتهم. بالظبط، يروح ينتخب مين ده. بالظبط. يعني احنا مش هنفرض رأي على حد تماما، انا بس مجرد ان احنا هنعمل لهم توعية سياسية، وبعد كده بقى هو يعرف يفكر بقى هل هيختار 50 جنيه برضه ولا يختار ضميره، وياخد باله ان اللي هيديله 50 جنيه ده اصلا مش همه على مصلحته تماما يعني. في حاجة كمان، التوعية السياسية مش بس للناس
في العشوائيات او القرى او كده، انا نفسي مثلا وانا معاك بالظبط كلنا خلي بالك كلنا مره واحده اخذنا كورس مكثف في السياسه ايوه على مدار الشهر اللي فات. وبرده ده مش كافي تماما، فعلا الناس لازم تبدا تقرا. يعني في حاجات كنا يعني قراءة للجميع مثلا، ده كان مجرد زي سلوجان بس، او يعني سياسه للجميع بقى. ايوه بالظبط، سياسه للجميع عن طريق القرايه وعن طريق كذا حاجه. الناس لازم تحضر اللي هي الندوات المحاضرات بتاعت في دكاتره كتير قوي محترمين جدا وبتقدم حاجات كويسه جدا، معلومات سياسيه وتاريخيه. التاريخ المصري ده حاجه كبيره جدا، الواحد لازم يعرف عنه شويه عشان يعني على الاقل الانتماء بتاعنا يزيد عن طريق كذا حاجه. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن ان انتوا الفتره اللي جايه هتنزلوا تعملوا كورسات توعيه سياسيه، ازاي يكون ليك حق الانتخاب، وازاي انك انت تقيم اللي قدامك دوت هل ده اللي يصلح ان هو يكون رئيس الجمهوريه ولا لا. تمام. وده حق اي حد، ده الحق المبدئي، ده الحق البسيط كده اللي ايه اللي نقول الف ب. الف ب حقوق. معانا ام عمرو من الصحراء الغربيه، وهي بدويه وعندها افكار، وانا اول مره اجي تليفون من الصحراء الغربيه عامه يعني. فايه ام عمرو؟ ايوه مع حضرتك. ازي حضرتك يا فندم، عامله ايه؟ اهلا وسهلا. قولي لي بقى يا ام عمرو، حضرتك رايك ايه في اللي هيتغير؟ يعني اول حاجه، انت حاسه ان احنا اتغيرنا بعد الثوره يا ام عمرو ولا لا؟ انا حاسه باذن الله انطلاق جديد على الحريه باذن الله. الحريه بحدود وبدون تسيب. صح حلو قوي، بحدود وبدون تسيب. صح. طيب ام عمرو، انا عايز اعرف من حضرتك حاجه. حضرتك اول مره تشاركي في برنامج الزباين، حضرتك بدويه من الصحراء الغربيه صح؟ اول مره اشارك في برنامج، وانا تعليمي كله التعليم الاساسي ابتدائيه فقط لا غير. كنت حضرتك بتتكلمي معايا على التليفون بقى من شويه ان الوعي السياسي ده مهم جدا صح؟ جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا كنا ممكن نكون اغلبيه وما يحصلش فعلا اي شيء لو اتطلب من الصحراء الغربيه تحت تهديدات امن او غيره ان احنا نقف ونقول لا. لان احنا ما عندناش وعي، فعلا ما فيش وعي. انت دلوقتي حاسه ان دلوقتي بقت مسؤوليه ان انت هتنزلي في الانتخابات الجايه، هيكون عندك وعي وتنزلي تنتخبي الرئيس الجديد بتاعنا صح؟ ان شاء الله باذن الله. قولي لي يا ام عمرو بقى، انت ايه اللي انت عايزه تغيريه وتبنيه في بلدنا؟ ما دام انت كل واحد منا بقى مسؤول دلوقتي، كل واحد مننا بقى مسؤول عن التغيير بالناحيه بتاعته او في مكانه يعني. في اللي شايف ان المكان ده ناقص فيه شيء فلاني، يعني ناقص كده في مكانه. فانا عندي في الصحراء الغربيه ناقص ان البنت البدويه تتعلم، البنت البدويه لبقه جدا وذكيه جدا وكل حاجه باذن الله فيها. فرفض اهلها قدام التعليم ده عقبه غريبه ما احناش عارفين نتخطاها دلوقتي. بتوصل في التعليم لغايه فين حضرتك؟ يعني اغلبهم لو طلعت على الاخر في ثانويه عامه بس وبيقبلها، ده المتحررين جدا بقى. ما ينفعش تخش كام؟ لا اطلاقا. ده ما ينفعش تدخل ثانويه عامه، بقول لك يعني حاجه صعبه. عند حضرتك بنات يا ام عمرو؟ عندي نورة وامل. هتدخليهم الجامعه باذن الله؟ يا ريت يا استاذ، ده ما دخلوش ابتدائيه. ما دخلوش ابتدائيه؟ لا يعني ما دخلوش حتى يعني هم ما دخلوش التعليم اساسا؟ لا ما دخلوش التعليم اساسا، لدرجه ان احنا يعني انا كنت خلاص بسبب الموضوع ده وخلاص الحمد لله بقى، قلت يعني صار احسن الوحش ان انا اكون معاهم ما اسيبهمش. صح. فانا لما بعت فاكس وبعت فاكسات وقلت ان مش معقول حرام عليكم العلم اختياري وتصفيه الحريق في العربيات اجباري، ده في البلد دي فيها ايه؟ بصيت لقيت محدش رد عليا، وتعالوا شوفوا وضعنا وشوفوا نظامنا، مفيش فايده. انت قلتي كلمه من شويه، انت ثقافه يعني تصفيه الحريق في العربيه اجباري والتعليم اختياري. انا معاكي جدا بقى ان التعليم ده لازم يكون اجباري. لازم يكون اجباري حتما ولا بد. اول نقط التحرير، واول نقط فعلا الحريه، ونحس فعلا بحريتنا في البلد، انه يكون البدو يعلموا البنت. دي نقطة عندي أنا عقبة مش قادرة أتخطاها لا أنا ولا غيري. ونقطة مهمة ونقطة حساسة جدا جدا جدا، بجد حساسة جدا. البنت البدوية فظيعة. بص يا ام عمرو، انا هقول لك حاجة واحدة، الله عليك وعلى اللي انت قلتيه. يعني الله على البلد، أنا شايفة البلد مستقبلها إن شاء الله جديد ونجيبه منور بإذن الله. بإذن الله. ونفسنا كده في حياتنا نشوف الكمبيوتر لو على صورة بتاعت جورنال كده إن إحنا نشوف الكمبيوتر. والله يعني والله لو في ناس زي كده وبيتكلموا وبيقولوا
ويعني يعني في ناس زي كده يبقى كله هيحصل. انا هقصد الكل باذن الله، هقصد الكل في الحدود المعقول. انما حرام التعليم دي اول حاجه. ثاني حاجه المشاريع. البنت هنا احنا عندنا البنات يعني في بنات بتكبر لسن فوق المعقول ان هي ما تتجوزش اللي من العائله بتاعتها، فبتبقى قاعده يعني 50 سنه او 60 سنه ومفيش شغل، مفيش كل دي بتاكل وما بتنتجش. عندنا في حاجات كتير قوي يعني. لو عم ربنا كرمها وبدأ لها مشروع صغير تعمله على ارض صغيره، تلم كم بنت يتعلموا الخياطه، يتعلموا التأسيس، يتعلموا القرايه والكتابه في نفس الوقت. جميل. مين يكره كده؟ صح. ام عمرو بقول لك يا ام عمرو، هو نمره التليفون اللي بتتقال دي نمره التليفون الشخصيه صح؟ طبعا. طيب يا ام عمرو، ام عمرو عايز اعرف حاجه بقى، انت بتسمعيها ازاي؟ هي ميجا في الصحراء؟ يعني في الصحراء الغربيه؟ طبعا. عند عراض يعني ولا على الدش؟ لا والله العظيم ما تجيش في بيتنا. بكل صراحه بجد هنا ممنوع البنت تقع في التلفزيون او تشوف التلفزيون. ممنوع التلفزيون؟ ممنوع عن التلفزيون، بس احنا يعني طبعا في السر بيجيب الجرايد من تحت لتحت، بنسمع الراديو. طبعا عودنا علينا بنسمع الراديو. بص يا ام عمرو، اوعدك انك مش هتحتاجي التلفزيون، خليكي معانا كده على ميجا اف ام، وصدقيني يعني بداية بيكي النهارده هنحاول نعمل حاجة كده، بس ايه ربنا يوفق. لحظة من فضل حضرتك، لحظة واحدة عايزة اقول حاجة صغيرة. للأسف يعني مع احترامي لكل الشخصيات الإعلامية بجد ما وصلوناش للحقيقة وما خلوناش مع الناس نقول أمين طبعا لكل حاجة حلوة في البلد. معاكي جدا. إلا بعد الثورة وبعد كل شيء فوقنا احنا وقلنا يا كنا فين؟ صح. بجد صح. أنا زعلانة جدا. صح. أنا زعلانة جدا، أنا زعلانة على كل جامعة، أنا زعلانة على كل حاجة عملتها. أنا مش راضية عن نفسي. صح. كل ما كنا بنجتمع كلنا كنت بقول لهم لا النظام أحسن. صح. بجد أنا كنت بقنعهم وبقول لهم لا النظام أحسن. فحقيقي الإعلام ضيعنا قوي. أنا ما بقاش عندي ثقة في أي إعلامي، متأسفة جدا. حقك وبعتذر لك وأوعدك يعني اللي فات مش هقدر نعوض بيه حد، بس بنوعدك اللي جاي يعني عامة حضرتك برضه عشان احنا إذاعة جنائية، فاحنا بعاد عن يعني الجزء السياسي، بس ميجا دلوقتي هي همها البلد، واي حد همه البلد دلوقتي، فنوعدك ان احنا هنكون احسن من المستوى اللي حضرتك بتعمليه، لانه برضه دي كانتش مسؤوليتنا في الاول. عامة اي حد عنده حلم عايز يحققه وعايز يبني، عايز يكون ليه دور في البلد، دي مسؤولية احنا من قبل الثورة واحنا بنحاول نبني، بس ما كانش ايدينا مالكة، ما كناش عارفين. كان برضه مع محمد ومع ماجد احنا يعني ما اتغيرناش، احنا نفس الناس، بس دلوقتي الموضوع بقى صوتنا اعلى، مسؤوليتنا اكبر، والاهم من كل الكلام الفعل. تعالوا نكمل. ماجد انت كنت اتكلمت من شويه عن الخطه اللي جايه ليه علشان البلدي ديت، يعني عايز اقول لك انت شفت ام عمرو بتكلمك من الصحراء الغربيه واول مره على مكالمتها على اللي انت قلت. انا بجد المكالمه اثرت فيا قوي اصلا، يعني ما شاء الله بجد قالت حاجه يعني ما كنتش حاسسها قوي لحد ما خلصت المكالمه، لما قالت البنت البدويه عندها ثقافه، عندها لباقه، عندها فكر. بعد كده في وسط المكالمه لما قالت الجمله اللي حضرتك حتى علقت عليها، اللي هي بتاعت التضحيه الاجباري والتعليم اختياري، دي فعلا دي زي ما تقول مصيبه فعلا. معاك جدا، اللي هو يعني يا ريت يكون التعليم اجباري، يا ريت ده لازم فعلا. يا ريت يعني كنا بنشوف اللقاءات في الايام اللي فاتت مثلا الدكتور احمد زويل او اي حد، اي بلد البدايه بتاعتها بتبقى تعليم، سواء الهند سواء ماليزيا سواء كل الحاجات دي بيبتدوا بالتعليم، بيبتدوا بالتعليم. انا مع فكره التعليم والمشروعات الصغيره، الاثنين دول فكرين ممكن يخلونا صين نمره واحد مش صين نمره اثنين، ومش صين بس، ممكن نبقى احسن من صين كمان. في حاجه بس كنت عايز اقولها بالنسبه للتنميه، يعني احنا يعني قبل ما اجي من 3 سنين كده كنت بحاول اقرا شويه عن التنميه وكده. كنت يعني سمعت وقريت ان التنميه في الهند عشان عددهم كبير قوي وعشان مساحه كبيره قوي ما يقدروش يعملوا تنميه للناس كلها، فكانوا بيحاولوا يعملوا او يطبقوا نظريه البؤر المضيئه. ايه البؤر المضيئه دي؟ يعني يحاولوا يمسكوا كل منطقه يركزوا على ناس معينه قوي، يحاولوا ان هم بعد ما يحققوا فيهم تنميه او يعني جزء كبير من التنميه، الناس دي نفسها تنمي اللي حواليها، تبقى هي دي البؤره المضيئه وهي دي المكان اللي يغير حواليه. التنميه اصلا عشان تتحقق
الواحد اللي انت بتعمله تنميه او بتعمله توعيه او كده تغير فيه عشان انت تبقى كملت مهمتك، لازم الشخص ده يغير في حد تاني بعديه. يعني تبقى كل واحد يسلم لك. بالظبط. يعني انا لا يمكن مثلا، او يعني عشان كوادي لا يمكن هي تركز على مثلا مصر كلها، اكيد لا. فاحنا بنركز على اماكن وناس معينه، الناس دي هي المفروض اللي تغير بقى في اللي حواليها. فزي ست ام عمرو يعني ما شاء الله، يعني لو في زيها كتير في البدو او في الصحراء الغربيه اكيد الدنيا عندهم هتتغير كتير يعني. صح. انت عارف كمان الحلو في ايه يا ماجد؟ ان ام عمرو انها اول مره تكلم برنامج واول مره تشارك، يبقى انت اكيد قلت حاجه خليتها تكلمك، واللي انت قلته هي محتاجاه. بس هل يعني تعال نتكلم بشكل واقعي شويه. مشكله ام عمرو هي مشكله عادات وتقاليد، هي مش مشكله حاجه ثانيه. فده هيحتاج وقت، بس هياخد فتره. يعني احنا همنا دلوقتي اللي دخل التعليم وما كملش، اللي اهله مش قادرين ان هم يكملوا، بس الفكر اساسا ان البنت ما تتعلمش عن البلد، وده فكرهم، ده لسه هيحصل، ده لازم اكيد تغيير مطلوب. بس نبص لها نظره واقعيه عشان نبقى كله جاي في وقت. بالظبط. احنا زي ما قلت لك تامر، احنا عندنا اولويات دلوقتي. الفتره اللي جايه دي احنا اهم حاجه زي ما قلت هنركز على توعيه سياسيه، هنركز على حاجات مهمه لحد ما يبقى ان شاء الله هيحصل انتخابات حره نزيهه، هتيجي حكومه هتبقى طبعا بضغط مننا. يعني احنا وسط بنتكلم واحنا شباب، احنا هنفضل على طول بنمثل جهه الضغط على اي جهه حكوميه مش بتعمل اللي هي بتوعدنا بيه. الكلام ده كله هيبقى المفروض خطه بقى تنفذها الحكومه الجديده المنتخبه ان شاء الله. اول حاجه لازم تبقى موجوده التعليم. يعني احنا بنعمل شويه حاجات لحد ما 6 شهور دول يخلصوا، تيجي الحكومه الجديده تنفذ اللي احنا بنقول عليه، واحنا مش هنسيبها، هنفضل الضغط عليها وهنشتغل معاها كمجتمع مدني علشان الحاجات دي تتحقق فعلا. طيب ما دام انت اتكلمت على كلمه ضغط، هو كل دي حاجه، كل اللي حصل بسبب نقدر نقول كلمه الشعب. كلمه الشعب كان اهم عامل ضغط، وهو ده الصوت اللي طلع. بس ايه رايكم في الاحتجاجات اللي بتحصل دلوقتي بالنسبه للمصالح الحكوميه والشركات عشان هم عايزين حقوقهم؟ هم برضه ليهم حقوق، بس الاحتجاجات ديت رايكم فيها ايه؟ هو يعني للاسف الناس اللي طلعت التحرير في البدايه كانت طالعه بتقول مصر اولا. وهي دي غرضها او هي دي نيتها. انا عايز اغير مصر. بعد ما حصل التنحي او كده، وبعد كده شفنا يعني بعض الجهات او بعض العناصر يعني بتحاول تعمل احتجاجات تانية عشان تعلي الرواتب وحالا. فدول يعني عشان نبقى برضه في حقهم طبعا. بس يعني هي دي بقت للاسف بدل غيرت نظام اللي هي مصر اولا بقت مصلحتك اولا. يعني ايوه يرجع تاني. اكيد. وبعدين مفيش حاجه بتحصل حالا. يعني احنا كنا بنقول حالا للتنحي او كده ماشي عشان فعلا النظام او يعني كان الفساد كان واضح قوي. اما دلوقتي يعني عايز يعلى المرتبات حالا، ما لازم يبقى في يد تنتج ويد زي ما ام عمرو قالت، يعني لازم يبقى في يد تنتج. فاحنا مش هنقدر نعمل حالا دي. انت عارف ليه انا كنت عايز كنتوا اللي تردوا وتعقبوا على الموضوع ده؟ عشان انا عايز الناس كلها تعرف ان الشباب اللي قرر ان هو يغير النظام خايف على البلد، ومش همجي، ومش عامل حساب كل حاجه. انتوا عاملين حساب كل حاجه الحمد لله، كل حاجه، وخايفين على كل حاجه. يعني مش عايزين مره واحده هنهد كل الكيانات اللي موجوده، وهي بقى احنا لا ما ينفعش يحصل الكلام ده. هي احنا الكلام ده كسبناه بالخبره في شغلنا في الكلام ده، اللي احنا عارفين ان مفيش حاجه بتيجي فجاه. احنا لازم بنحضر وبنخطط علشان الكلام ده يتحقق. في بعض الشباب احنا كنا قاعدين معاهم كانوا فاكرين ان هو هينزل مثلا خلال مقابله او 2 انا هنزل خلاص واغير كل حاجه في مصر وهبتدي الشغل حالا. لا، احنا كان لازم توعيهم اللي احنا لا لسه احنا بنبتدي في مرحله التحضير. الكلام ده لازم نهدى شويه. لو في حاجه بتمس مصر ساعتها احنا هنضغط عليهم، لكن لو اي حاجه بتعطل سير حركه الدوله لا احنا بنضغط. صح. طيب نرجع تاني نقول احنا قلنا اول حاجه وعي السياسي. احنا كل ما نيجي نتكلم في الخطه بتاعتنا الموضوع يوسع منه. الوعي السياسي. الوعي السياسي هو قبل الوعي السياسي كمان المفروض في حاجه تحصل، الدعم النفسي للناس دي. في فعلا ناس، يعني انا بتكلم عن عشوائيات او يعني الناس اللي مستواها الاجتماعي قليل شويه. الدعم النفسي حتى لو هم مش محتاجين مثلا الحاجات الخيريه اللي احنا بنعملها دلوقتي، بس لازم نقول لهم احنا لسه جنبكم. الحاجات اللي حصلت قبل الثوره او الحاجات اللي احنا كنا بنعملها قبل الثوره، سواء كان شنط اكل او كسوه او مشاريع كتير قوي خيريه، ما
ينفعش الحاجات دي تقف، لا دي لازم تبقى موجوده وبزياده حتى لو مش محتاجينها دلوقتي، بس دي مجرد ان احنا بنحاول ندعمهم نفسيا عشان يتقبلوا الوعي السياسي او التوعيه السياسيه اللي احنا هنقدمها لهم. انتوا موجودين واحنا عارفين انتوا موجودين ومراعيين اللي انتوا بالظبط، واحنا ما اتغيرناش يعني احنا هنبقى احسن من الاول ان شاء الله. اتفضل. لا انا هقول حته صغيره بس وماجد هيكمل. بقول هو لو حتى احنا رؤيتنا تنمويه مش خيريه، بس الفتره دي زي ما قلت ليها اولويات اللي احنا لازم نركز على الجزء الخيري اكتر شويه عشان الناس يعني تتقبل معانا الوضع يعني وما ينفروش مننا. صح. طيب كان في حاجه كمان احنا كنا مركزين عليها قبل كده برضه، بس يعني مش اكتشفت او لا ده اترسخت لي قوي الفكره دي عندي، الاهتمام بالاطفال. ده مهم جدا جدا جدا. بالظبط يعني فعلا كل الاطفال بقى، سواء طفل يتيم او طفل اهله مش قادرين ان هو يساعده في تربيته، او طفل شارع. كلمه طفل دي وكل ما تحت كلمه طفل بالظبط. ما ينفعش الاطفال دي تتساب بالفكر ده. فهي لو احنا عاوزين نعمل توعيه سواء كانت سياسيه او غيرها، اخلاقيه او اجتماعيه او كده، فبتبقى للناس الكبيره وتبقى برضه للاطفال. الاطفال التعليم دي كلمه كبيره جدا، والله 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 ما في حد فعلا هيقدر يقوم ويقف ويتغير غير بالتعليم والاهتمام بالاطفال طبعا. طيب هنكمل الخطه بتاعتكم بالنسبه عشان يا كباتي، بس انا عايز اقول لكل الساده المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي، محمد وماجد عندهم 22 سنه. الكلام اللي بيطلع ده من شباب عنده 22 سنه. انت كنت عايز تعلق على الموضوع ده يا ماجد؟ اتفضل. فعلا حته 22 سنه دي انا من حاجه حلوه عامه. اكيد انا بس تعقيبا عليها يعني، كان من فتره 2 زمايلي يعني زمايلنا في علشان كباتي توفوا يعني في حادث سير، كانوا بيعملوا الله يرحمهم جميعا ان شاء الله. لا في وقت الافتتاح بتاع علشان كباتي. ايوه بالظبط يعني حضرتك عارف. فاحنا بنصلي عليهم في الجامع، جامع رابعه. الشيخ قال ايه او الراجل اللي صلي بينا قال رجل عنده 22 سنه. فانا كلمه رجل دي اثرت فيا قوي، اللي هو طب يعني 22 سنه ده هو بيعتبره رجل بيحدث بيعمل تغيير. احنا كنا قبليها يعني احنا بنقول هم شباب زينا يعني، في كلام كده ما كانش جاي في دماغنا، فلقينا فعلا لا انت في سنك ده انت راجل. لو بصينا في كل انحاء العالم وفي التاريخ، الناس الشباب اللي بيغيروا في السن ده بيبقوا فعلا هم اللي بيغيروا التاريخ او هم اللي بيشيلوا البلد. انا هقول لك حاجه، لو اقارن ال 22 سنه اللي انا كنت فيها في ال 22 سنه اللي انت فيها، انا بشتغل عندي 16 سنه. في 22 سنه كنت بساعد ملاجئ فقط، بس ما كانش عندي فكره ان انا اغير البلد. يعني انا ايه يعني اللي كانت متاحه قدامي ملاجئ وشغل اللي انا عادي فيه وتمام. بس عمري، وانا بقولها وما تكتبش من عمري، كنت بالفكر ده عندي 22 سنه استحاله ان انا في حاجات في البلد مضايقاني او ان انا يعني اقول البلد لازم تبقى نظيفه لما انا كبرت بقيت كده. الغريبه ان ازاي اتوجد انت كمان. انت محمد بقالك كام سنه عشان كده؟ 8 سنين؟ لا انا بقالي سنتين يعني. انت عندك 20 سنه وانت بالفكر ده. وانت يا ماجد؟ انا من 3 سنين يعني، كان عندي 19 فعلا التغيير كبير قوي يعني. انا في مره كنت في الافتتاح زي ما حضرتك بتقول، في الافتتاح انا المفروض كنت بتكلم حاجات كتير قوي، بس ما كانش في اي حاجه اقدر اقولها غير ان انا ازاي اتغيرت قوي لما دخلت عشان كباتي، وازاي الفكر بتاعي اتغير تماما فعلا بالتفكير ده. ناس عندها الثقافه دي. انا كل يوم والله العظيم بستفيد من واحد من علشان كباتي. انا بستفيد منه وانا بتكلم بجد يعني. انا مع بعض يا محمد قبل الثوره، ومع بعض يعني انا زي ما انت بتقول دي نقطه تحول، خلي بالك يعني. انا عايز اقول استخدم الجمله دي. ومع بعض بعد الثوره برضه انا وانت مكملين مع بعض في نفس البرنامج، وانت نفس الضيف يعني اللي بتيجي معايا وجيت معايا قبل. بمعنى انا وانت عندنا نفس الحاجه بتاعتنا، انا وانت ماشيين على نفس الخط. وانت عندك 22 سنه وانا باشا اقول ايه باشا اقول ايه خلاص يعني. فده تعالى نرجع ونكمل نقول ايه بقى الخطه عشان كده. طيب سريعا كده، احنا كنا بنتكلم عن اول حاجه الدعم النفسي للناس دي، بعد كده التوعيه السياسيه، التوعيه عموما برضو، التوعيه بقى للكبار وللصغار للاطفال يعني كده، اهميه التعليم، الاخلاقيات. قبل كده كان بيقف قصادنا التصريح، بس ان شاء الله الفتره الجايه خلاص بقى كلمه تصريح مش انتهى خالص. بالظبط يعني انا بقعد بقى انا عايز اعمل حاجه هعمله طبعا بنظام وكل حاجه، مش قصدي حاجه في تسهيل اكتر. ايوه بالظبط، الناس كلها نفسها تغير ونفسها تساعد، فهي هتبقى حته فلوس دي. بس ان شاء الله برضه يعني في ناس كتير قوي هتقدر تقدم لنا حاجات كتير. بالنسبه للمشاريع دي احنا كنا بنحاول في عزه ابواب نازلين فيها، بنعلمهم حرفه وبنحاول نعمل بيها منتج ونعمل خط انتاج جوه العزه. ازاي؟ احنا دلوقتي شغالين على الجلود.
الجلود يعني طبعا فيها نعمل محاضر. لا يعني احنا بنجيب الموارد بتاعتها او بنجيب الخامات وكده، وبنعلمهم ازاي يعملوا مثلا محفظه او بورتفيه والكلام ده. بنعمل ميداليات الحاجات دي كلها، وبنروح بعد كده بعد ما يخلصوا المنتجات نعمل ماس برودكشن او يعني انتاج بشكل كبير. بعد كده بننزل نبيعه، والفلوس دي بترجع بيبقى تقريبا 90% للناس اللي بتاعتها واللي اشتغلوا معانا يعني، و10% بنحاول نجيب فيها خامات ثانيه وكده. يعني ده اكبر او يعني ده اكتر حاجه بنعملها جوه العزه الفتره اللي فاتت، والفتره ان شاء الله الجايه دي هتبقى اقوى جدا يعني. ده بالنسبه لدي المشروعات اللي انتم كاملين فيها. بالنسبه مثلا لتوفيق في تبرع بالدم في مثلا المراكز العلاجيه، عشان اكيد في ناس كتيره جدا تضررت الفتره اللي فاتت، يعني سواء من الشهداء اهاليهم او في اللي كانوا جرحى يعني في بدايه التحرير. ايه الاخبار بالنسبه للمواضيع الصحيه؟ يعني فكره او مبادره التبرع بالدم دي يعني احنا يعني مش عايز اقول ان احنا عملناها او كده، لا ده في ناس كتير قوي عملوها. الفكره كويسه جدا ولازم تتعمل بجد. انا كل فتره كده اقول يا جماعه يلا تعالوا نطلع نتبرع بالدم، او يعني الناس اللي تقدر اللي عندها قدره ان هي تتبرع بالدم لازم تروح تتبرع في اي مستشفى. جميع المستشفيات محتاجه. انا اختي في المرداش بتقول لي تعالوا اعمل ايفنت كده على AYB او على شريك بلدي وتعالوا لي احنا فعلا محتاجين تبرع بالدم في المستشفيات، وكلها بقى مش المرداش بس ولا القصر يعني بس. انا هطلب من محمد وماجد ان انتوا الاثنين هتحطوا اللينك بتاع علشان الجماهير طبعا اللينك بتاعك في كلاب ميوزك بوكس، هتحطوا برضه على مصر الحلم اللي بيتحقق وعلى تويتر نفس الحكايه. بس يا ريت تقول رقم تليفونك عشان بقى في ناس كتير شباب زي ما نقدر نقول ان الثوره غيرتهم، او هم كانوا عايزين يعملوا حاجه ومش لاقيين طريق ان يعملوا حاجه للبلد، فليه ما تستخدمش الطاقه دي كلها للشباب اللي هيظهر؟ طبعا ممكن تقول رقم تليفونك بحيث الناس اللي حابه توصل لك. خلاص 010 67 62 459 010 67 62 459. ده محمد هشام. تيجي نتكلم بقى على ايه ظاهره تنظيف التحرير. ميدان التحرير ابتدى يوم ايه وجات لكم الفكره دي ازاي؟ يعني دي خضت ناس كتير جدا. هو مش انتوا بس، كان في كذا حد من شباب مستقل وشباب تبع جمعيات اخرى في نموذج، وكل ما يكون معايا نموذج من الشباب اللي كان ليه دور في ميدان التحرير ان هو بيصونه. جات لكم ازاي؟ هي اصلا الفكره ما كانتش بادئه مثلا بعد ما خلصنا ولا حاجه. احنا كل يوم يعني كل لما كنا بنبات في التحرير ما فيش يوم بنبات فيه غير لما ميدان التحرير ده بيتكنس كله والزباله كلها بتتلم وبتتحط في حته وحد ناس بيجي يشيلها. ده كان وعي كبير جدا ان احنا ما كناش بنرمي حاجه على الارض. يعني احنا مثلا قاعدين في خيمه من كل حاجه او ظروفنا صعبه بنجمع كل ده في اكياس، او بنقسم نفسنا ان احنا مثلا لينا ساعه نظافه في اليوم نجمع اي حاجه وحشه. انا عايز بس انت مثلا رحت قلت انا يلا ننظف وبعدين لقيت حد تاني ناحيه يقول يلا ننظف، ولا ايه يعني جت ازاي؟ لا هي سبحان الله هي ما حدش قالها ببقه يعني. هي مثلا مجموعه ابتدت لوحدها فالناس شافتها غارت منها عجبتها الفكره فكله ابتدى يتحرك لوحده. يعني ما حدش اتكلم مع حد خالص. احنا كان بتشوف اللي بينظف بتقوم انت لوحدك حتى لو انت مش عايز تنظف انت بتحرك اصلا. فبتقوم تمسك الكيس وبتنظف. الناس بقى حصل عندها الوعي كبير قوي الحمد لله من الثوره يعني نجحت. كله خلاص يعني احنا علشان ما حدش يقول ان احنا بنخرب مصر واللي احنا بنأذي مصر، لا احنا تاني يوم هننزل الشباب كله حتى لو مش عشان كبلدي احنا كافراد او في اي جمعيه ثانيه هننزل هننظف ميدان التحرير ده كله. لان طبعا حصلت مشاكل بعد يوم الاربعاء والحاجات كده الميدان باظ شويه وده كان طبعا ظرف خارج عن ارادتنا. لا احنا هنصلح الميدان ده وهنخليه احلى من الاول. وكانت الفكره بقى طلعت لمصر كلها. انت عارف وانا في ميدان التحرير قابلت بنتين من الجامعه الالمانيه. الحقيقه انا مش فاكر اسمهم ولا يعني حتى اسم الاتحاد اللي هم عاملين انا برضه مش فاكره كويس. ما وقفوش على التحرير بس، هم نزلوا مدينه نصر ومكرم عبيد وعباس العقاد وابتدوا يبيضوا الشوارع وينظفوها. فتخيل لما تلاقي بنات عندها 19 سنه واللي داخله تنظف الشارع هناك. يعني عايزين يخلوا مصر كلها تحرير كبير. انا كنت عايز اقول حاجتين بس. اول حاجه هي جمله انا واخدها من واحد صاحبنا في عشان الكبلدي كان قالها في وسط الاحداث والناس كلها كانت مبلبله ومشتته يعني. كان بيقول ان حريه غير الانسان هي حريه الاكل والشرب والانتقال.
لكن حريه الانسان هي حريه التعبير والفكر والعقيده، وان انت يبقى ليك دور فعال في بلدك وقدام نفسك. الجمله دي كانت اثرت فيا جدا، وهي اللي حمستني اكتر ان انزل، مش مجرد ان انا قطعوا عني اكل وشرب ولا ان انا مش عارف اتحرك يبقى خلاص كده يبقى انا دي مش حريتي. لا، انا حريتي حاجه ثانيه خالص. فانا بقول لكل الناس اللي احنا نقسم بالله واحنا بنتعاهد قدام نفسنا وقدام كل مصري ان احنا هنفضل ورا البلد دي لحد لما تبقى احسن بلد. مهما كان في ناس حاليا مش كويسه عايزه تخليها زي ما كانت، بس احنا دلوقتي اكتر وصلنا مسموع اكتر، ومش هنسمح لاي حد يرجع الفساد زي ما كان. وخلاص يعني. انا بس كنت عايز اسيب الكونتكست بتاعتنا. ايه اتفضل. الجروب بتاعنا على الفيسبوك. هو ثواني، هو انت موبايلك ممكن تبعد الموبايل عشان ده بوظ الدنيا خالص. ما هو انت من ساعه ما قلت تليفونك وتليفونات جايلك وبعدين لك مثلا تكلمني مش ايش اتكلم على الارض هيقولوا خلاص يعني معيش كريدت. الجروب بتاعنا على الفيسبوك AYB داش ASU. هو انا طب AYB داش ASU. هنسيب نمرة تليفون تانية، نمرة ماجد، عشان لو ما يبقاش في ضغط بس على التليفون. اتفضل يا ماجد. 010 35 66 787. تاني 010 35 66 787. ماجد نديم. ماجد حابب تقول اي حاجة قبل ما نختم الحلقة؟ بصراحة يعني حابب اشكرك جدا ان انت استضفتنا الاستضافة دي. بجد انا مبسوط جدا من الشباب المصري، ويعني مش عارف اقول ايه. واحيي برضو محمد هشام على الجملة الاخرانية اللي قالها دي. فعلا يعني انا لو كنت سمعتها من بدري اعتقد ان كانت هتغير فيا اكتر من كده. يعني مش عارف، ما فيش حاجة عايز اقولها بصراحة. انتوا نورتوني، وانا مبسوط جدا ان انا اعرفكم وان احنا اصحاب. سيبك بقى من موضوع الشغل ده عشان يعني احنا كلنا عايزين نعمل نفس الحاجة، بس دلوقتي جت المساحة للكل انه يطلع خيره وشره احنا مش عايزين.